باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ها أنا ذا الرب إله كل جسد، هل يعثر علي أمر أو هل يعثر علي أمر ما؟ الكلام ده بيقوله ربنا على لسان أرميا النبي في الإصحاح 32. وربنا هنا بيوجه رسالة لكل نفس خلوقة، يعني أول كاتيجوري أو أول مجموعة ربنا بيتكلم معاها اللي هي الناس اللي ممكن تكون قلقانة. قلقان من إيه بس؟ هو أنا أبوك في إيه ما أقدرش عليه؟ أنت ليه يا حبيبي ناسي إن أنا اللي شقيت البحر؟ ليه أنت ناسي إن أنا اللي قضيت على فرعون أكبر قائد حرب في الوقت ده؟ ليه ناسي إن أنا وقعت أسوار أورشليم لشعب غلبان ما كانش معاه سلاح ولا أي حاجة، مجرد إنه بيلف ويصلي أنا وقعت الأسوار؟ ليه ناسي إن أنا فضلت أأكل شعبي 40 سنة كل يوم من، وفي أيام بعت فيها طيور السلوى أو السمان علشان الشعب ده يقتاد؟ ليه ناسي إن 40 سنة الشعب لم تبلى لهم نعال في البرية؟ ده أنا يا حبيبي عملت وعملت وعملت. ارجع كده وشوف أعمالي في الكتاب المقدس، إزاي جدعون ب 300 واحد يغلبوا عشرات الألوف أو الألوف. الغريبة إن إحنا بننسى وعشان كده بنقلق. أنا بقول لك هو إيه اللي أنا ما أقدرش عليه؟ يبقى أول فئة بيتكلم معاها المسيح أو بيتكلم معاها الله هي فئة الناس القلقانة. تاني فئة إن ممكن جدا تكون الآية دي بتوجه ليها كرسالة هي فئة المجاهدين. يعني إيه المجاهدين؟ أوقات الناس كده يجيلها إحباط من خطية هي مش قادرة عليها، فربنا بيقول هل يعثر علي أمر ما؟ يعني أنا طبيبك الشافي، تعالى واتكلم معايا، تعالى قول لي إنك أنت أفلست وإنك أنت في جهادك عملت كل اللي عليك. هقول لك مادام عملت اللي عليك أنا هشيل عنك كل خطية أو كل تعب، هديلك روح الرجاء وهديلك روح النصرة، وفي يوم من الأيام هتقدر تبطل الخطية ديت بالفعل. علشان كده أنا براجع وبقول لك أنا الرب إله كل جسد، هل يعثر علي أمر؟ هل يعثر علي أمر؟ يعني أنا بقدر على كل حاجة. من فضلك احتفظ بالوعد ده، ومن فضلك احتفظ بالكلام ده، هتلاقي نفسك ارتحت في حاجات كتيرة قوي، وعقلك اللي وجعك ده ابتدى يعني يعرف حدوده وبيسلم كل حاجة ليا أنا الرب إلهك. صباح الخير.